والفيلم بيبدأ في محطة القطر مع شاب اسمه سيد هارت، وبيكون ماهر في ألعاب الباركور، وبيفضل يعمل حركات ويتشقلب، والناس كانوا مبهورين بيه جدا، وبيفضلوا يصوروا فيه لأنه متمكن في الحركات اللي بيعملها. وبيفضل يتشقلب وبيمشي على القطر لحد ما بيشوفوا ضابط شرطة وكان رايح علشان يمسكه، فبينط من على القطر بسرعة وبيهرب. بس وهو مروح بيقابل أبوه، بيروحوا سوا، وبيفضل يزعله بسبب الحركات اللي هو بيعملها دي، وبيقول له أنت بتستفيد إيه لما بتعمل كده، وبتعرض حياتك للخطر بدون ما تستفيد أي حاجة. وبيعرفه لو مش خايف على نفسه يخاف عليه هو وامه، لان هو دلوقتي ابنهم الوحيد. فبيعرفوا سيد هارت ان هو عمره ما هيبطل اللي بيعمله ده، لان طول عمره كان عنده حلم وعايز يحققه، وده لان عندهم بطوله اسمها بطوله الميدان، ومش اي حد بيشترك فيها، وده لازم يكون مهاري وعنده قدرات خاصه. فابوه بيقول له انت بتعمل ده كله علشان خاطر الفلوس، فبيجيب له شنطه فيها فلوس كتير وبيقول له خدها، لكن مش بيقدر يجي يمها، وده لان سيد هارت كان ليه اخ اسمه نيهال، وكان يعتبر اقوى منه في الحركات دي، وهو اللي معلمه، واشترك في لعبه الميدان، وجالهم اخبار ان هو كسب، لكن جت شنطه الفلوس دي وهو مرجعش. فسيد هارت بيتاثر وبياخد بعضه وبيمشي، وبيفتكر لما كان بيلعب مع اخوه وكان بيمرنه على كل الحركات اللي كان بيعملها، وانه يعتبر هو المعلم بتاعه. وبيفتكر كمان لما كانت الشرطه بتقبض عليهم كل يوم، والمحققين اتخانقوا منهم لانهم اكتر اتنين بيتقبض عليهم في المدينه بسبب الحركات اللي بيعملوها دي. ونهال بيقول للظابط ان هو نفسه يروح الميدان علشان الناس تشوفه وهو بيعمل الحركات بتاعته، ويسقفوا له ويكسب فلوس كتير ويحقق كل اللي بيحلم بيه. وبتعدي فتره، وفي يوم بيجي لنهال كارت دعوه من مسابقه الميدان، وبيعرف ان هو اتقبل في المسابقه وانه هيشارك في البطوله، وساعتها بيفرح جدا وبيودع اهله، لكن لحد دلوقتي ما رجعش وما يعرفوش عنه اي حاجه. بعد كده بنروح لشخص اسمه ديف، وبيكون رئيس لعبه الميدان وهو اللي متحكم فيها، وبيطلع بره وبيقابل شخص، وبيفضلوا هما الاثنين يتنططوا على الحبال، وبيكون مهاري جدا هو كمان، لكن بيخنق الشخص ده باستخدام الحبل، وبيقول له ليه بعتني للشرطه، وبيعرفوا ان جزات الموت وبيشنقه. بعدها بنشوف محققه اسمها باتريشيا، وهي رايحه لرئيسها في الشغل، وبيعرفها ان الجاسوس اللي كانت حاطاه عشان يراقب ديفيد كشف، ومش بس كده ده خنقه وقتله. وبتقول له ان هي مش هتسكت غير لما تقبض على ديف متلبس، لان هي عارفه ان هو بيهرب حاجات كبيره، وان هو شغال في الممنوعات، وان مسابقه الميدان مجرد غطا للشغل الحقيقي اللي بيعمله. لكن الكلام ده مش بيعجب رئيسها، وبيقول لها تطلع ديف من دماغها يا اما هيرفدها. وفي الوقت ده بنشوف سيد هارت وهو قاعد على شط البحر، فبيجي له بحار على مركب، وبيعرفوا ان هو اتقبل في مسابقه الميدان، وبيطير من الفرحه، وبيروح معاه مش بيعرف حد من اهله. وتاني يوم بيروح ابوه علشان يسال عنه في اسم الشرطه، لكن المحقق بيقول انه ما قبضش عليه النهارده. وساعتها سيد هارت بيكون في طريق لمسابقه الميدان، لكن مش لوحده، بيكون معاه اشخاص كتير، وبيفضلوا ينزلوا ويتنقلوا من عربيه للتانيه لحد ما بيوصلوا للميدان، وهناك بيقابلهم ديف، وبيرحب بيهم ان هم وصلوا لافضل مكان في العالم، مكان تحقيق الامنيات، واللي من خلال الفلوس اللي هيكسبوها هيجيبوا اي حاجه كانوا بيحلموا بيها من زمان. وبيعرفهم ان لازم في الفتره اللي هيقعدوها في الميدان ينسوا الحياه اللي بره ويركزوا في المسابقه وبس، وبيهددهم من استخدام التليفون او اي وسيله اتصال يكلموا بيها اي حد هم عايزين يكلموه، لان ده هيبقى خطر عليهم. وبيلبس كل واحد فيهم اسوره، وبيعرفهم ان ده هتبقى المنبه بتاعه، بجانب ان فيها جهاز GPS علشان هيتابعوا كل تحركاتهم. وبيعرفوهم ان في 3 هيفوزوا بالمسابقه وهياخدوا مبالغ ضخمه جدا، واللي هيطلع الاول وحب يضاعف الفلوس بتاعته في شرط وحيد، وهو انه هيقابل بطل الميدان، ولو كسبه هيكسب الفلوس كلها، لكن لو خسر هيخسر كل حاجه، والبطل ده يبقى ديف. وبالليل بيروح ديف يقعد مع العصابه دي، وهو اصلا بيكون شغال في تهريب ماده البلاتينيوم علشان يقدروا يصنعوا منها النووي. بعد كده بنشوف سيد هارت وهو قاعد في بار، وبيقابل واحده هناك اسمها جونيا، وبيعرف ان هي من الهند، فبيترجع انه عايز يكلم اهله علشان هو سافر من غير ما يعرفهم. وبعد ما بيتحايل عليها شويه بتوافق، وبيكلم اهله في ثانيه، وبيعرفهم هو فين، وبيقفل معاهم بسرعه. بعد كده بتدخل واحده اسمها عاليه، وبتطلب من اي حد يتحداها انه يخرجها من الدايره، فبيدخل سيد هارت وبيفضلوا يزقوا ببعض، لكن بيقدر يهرب منها. وتاني يوم بيصحوا علشان المسابقه، والناس كلها بتبدا تتابع من كل انحاء العالم، وكلهم بيراهنوا على اللاعب اللي هم حابينه، وبيكون في ملايين المشاهدين على اللايف، وكل الناس متحمسه لحد ما بيوصلوا للمكان اللي هيتم فيه المسابقه. وبيطلع لهم ديف من الطياره وبيرحب بيهم للمره الثانيه، وبيقول لهم انتوا 32 لاعب في المسابقه دي، والنهارده في 16 هيكسبوا و16 هيخسروا، اما المسابقه الثانيه ففي 8 هيكسبوا و8 هيخسروا، اما المسابقه الثالثه والاخيره هيكون فيها 8 لاعبين، ومن خلالها هيتم تحديد اول 3 مراكز. وبيقول لهم ان اول مسابقه النهارده اسمها مسابقه الاعلام، وبيعرفهم ان في عربيه على بعد كيلو منهم عليها 16 علم بس، وهتكون ماشيه بسرعه كبيره، والمطلوب منهم ان هم يروحوا كل واحد يلحق علم، لكن طبعا مش على رجليهم، وهيكون في عربيات بيتم التحكم فيها من خلال ريموت، واول ما اي شخص يركب عربيه هيقدر يتحكم فيها ذاتيا. وبيقول لهم ان مفيش قوانين
قوانين، والمطلوب من كل اللاعبين يعملوا المستحيل علشان يوصلوا للعلم علشان يقدروا يتأهلوا للمسابقة اللي بعدها. وبتبدأ المسابقة وسيد هارت بيمسك السلسلة وبيربطها في أول عربية وهي ماشية وبيزحف وراها لحد ما بيقدر يوصل لها، وكل اللعيبة بتحاول تركب عربيات، لكن فجأة بيطلع فخ وبيقلب عربية سيد هارت. لكن بطلنا مش بيفرق معاه الحاجات دي، وبيقدر يطير من فوق وبينزل على عربية واحد تاني، والناس كلها بتتحمس ان هي تراهن على اللاعب رقم 10 اللي هو سيد هارت، وكل اللاعبين بيموتوا نفسهم علشان يوصلوا العلم، وواحد بيتهور وبيسرع العربية فبيطلع له حجر وبيموته، وهنا بيقدر اول واحد انه يوصل للعلم ويمسكه، وفي كتير من اللاعبين قدروا يوصلوا وبيفوزوا، ومش بيتبقى غير علمين، وبيلحق واحد علم وكان فاضل شخص واحد وعلم واحد، وكان لسه هيمسك العلم، لكن بيقدر سيد هارت في اللحظة الأخيرة انه يلف بالسلسلة ويشد الدبوس بتاع العلم ويفوز، وكل الناس كانت فرحانه له لانه يستحقها. وبالليل بيجتمع بيهم ديف وبيبارك لهم لانهم قدروا يكسبوا وعلى تأهلهم للمسابقة اللي بعدها، وبيعرفهم ان هم زعلانين جدا على فقدان زمايلهم، وبيقول لهم ان هم يبعثوا تعويض كويس لاهاليهم لان مهما كان برضه عملوا اللي عليهم. لكن سيد هارت بيشوف الصناديق وبيتخيل اخوه انه كان في صندوق من الصناديق دي وبيتأثر جدا، وبيروح يسهر، وعالية بتسهر معاه وبتنسيه الحزن اللي هو كان فيه. وبعد شويه باتريشيا بتقابل سيد هارت فبيقول لها انت مين؟ فبتعرفه بنفسها، فبيقول لها ايوه انت عايزه ايه يعني؟ فبتقول له انا عايزاك تساعدني لانك لو ما عملتش كده انا هقدر بسهوله اقبض عليك، لان انت مضحوك عليك وانت جاي البلد دي ومالكش ورق اصلا لانك جاي تهريب. وبتعرفه ان ديف بيضحك عليه وعلى كل اللاعبين وواخدهم غطا علشان يداري على المصايب اللي بيعملها، فبيقول لها والمطلوب، فبتطلب منه ياخد الشريحه دي ويخليها معاه، ومن خلالها هتقدر تعرف كل حاجه عنه وعن اللي عايز يعمله ديف. وبيوافق، لكن هو راجع تاني يوم بيعرفوا ان هو غدر بيهم وكانوا عايزين يقبضوا عليه، لكن بيجري منهم وبيعمل حركات ومحدش فيهم بيقدر عليه، وبيجروا وهم بيجروا وراه، بس برضه بيكون سريع جدا ومش قادرين يمسكوه لحد ما بيقدر يوصل عند ديف وبيقول له انا عرفت كل حاجه وان احنا جايين هنا تهريب وملناش ورق اصلا وحياتنا في خطر. فبيقول له مالكش دعوه بالحاجات دي خالص، انت هنا في حمايتي ومحدش يقدر يكلمك. وديف بيقول له انت عارف عقوبه الخاين ايه؟ فبيقول له انا ما خنتكش، وبيديله الشريحه اللي اديتها له المحققه. وفي الوقت ده رجاله ديف كانت بتوصل شحنه البلاتينيوم، فبتوصل باتريشيا هي والشرطه وبيدور بينهم قتال، لكن بتقدر ان هي تقبض عليهم وبتعرف انهم بيتاجروا في البلاتينيوم. فبيقول لها دراع ديف اليمين ان سيد هارت نهايته هتبقى جحيم زي اخوه نهال بالظبط، وبتعرف منه ان ديف هو اللي قتله. بعد كده سيد هارت بيكلم باتريشيا وبيعرفها ان هو عمل المطلوب وحط شريحه في البضاعه والشريحه الثانيه اداها لديف، وبيطلب منها ان هو يقابلها وتنفذ وعدها ليه وانها ترجعه لاهله، وبيكون ده اتفاق بين سيد هارت وديف. وبتروح باتريشيا تقابل سيد هارت وبيكون ده مجرد كمين، وبيطلب منها تهرب من هنا فورا، لكن بيظهر ديف ورجالته وبتبدا معركه قويه جدا وكلهم بيقتلوا في بعض، وسيد هارت بيحاول يستخبى وبيجي واحد من الشرطه علشان يقتله، فبيقول له انا معاكم. ولما بيجي واحد من العصابه علشان يقتله فبيقول له والله انا معاكم، وبيدخلوا الاثنين عليه لكن بيقدر يضربهم وبيعملهم بانيه، وبتكون المعركه مولعه وديف خاربها ومقضيها ضرب في كل الضباط، وسيد هارت اللي بيقابله مش بيرحمه لحد ما بيتقابلوا عند كوبري، وباتريشيا بتعرفهم ان المكان كله ملغب بالقنابل وان الريموت ده هيفجرها، وبتطلب منهم ينزلوا الاسلحه بتاعتهم، لكن بيجي سيد هارت وبياخد منها الريموت وبيطلب منها تنزل السلاح. اما ديف ورجالته فيرفعوا السلاح عادي لانه واحد منهم، وبيقول لها تسيبه في حاله وان هو عمره ما هيبيع ديف لانه هيديله فلوس كتير وعربيه وهيحقق له كل اللي بيحلم بيه، انما الحكومه عاش حياته كلها وهي بتنفخ فيه. فبتصدمه وبتقول له انت ما سالتش نفسك اخوك مات ازاي؟ وبتعرفه ان ديف هو اللي قتله، لكن ديف بيقول له دي كدابه وما تسمعش كلامها، ولو كلامها صح ايه الدليل اللي معاها؟ فبتقول له ان المساعد بتاعك هو اللي قال لها كده، وساعتها ديف بيقول له انا بدات اتعصب ولو ما جبتش الريموت انا هاخده منك وهفجر المكان. فبيقول له لا خليها عنك انت، وهو اللي بيفجره، وكلهم بيهربوا. وبنرجع للماضي مع نهال اخو سيد هارت، وبيكون وصل للنهائي وهيقابل ديف، والمطلوب منهم ان هم هيركبوا الطياره ومعاهم الموتوسيكلات دي وهيرموا الموتوسيكلات وهم هينطوا وراها، وكل واحد فيهم مطلوب منه يلحق الموتوسيكل بتاعه وينزل بالباراشوت ويمسك العلم، واللي هيعمل كده الاول هو اللي هيكسب. وبيقدر ديف انه يمسك الموتوسيكل ويفتح الباراشوت ويوصل للعلم، اما نهال فبيوصل للموتوسيكل بس الباراشوت مش بيفتح وبينفجر في قلب المبنى وبيموت. وساعتها سيد هارت كان عايش اسوأ لحظات حياته لانه اكتشف الحقيقه، وبيكلم عاليه وبيقول لها انت اللي خنتيني وصورتني لما كنت مع باتريشيا، فبتحاول تشرح له لكن مش بيديلها فرصه، وبيروح يتكلم مع باتريشيا وبيقول لها مين اللي قتل اخويا، فبترفض تتكلم معاه وبتعرفه ان بسبب خيانته ليها اترفدت من شغلها. فبيقول لها انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا عايز اعرف الحقيقه. فبتقول له وانا كمان عايز اوصل للبلاتينيوم واللي هيقدر يساعدنا هو مارك، لكن لازم ترجع تاني تكمل المسابقه. وتاني يوم بيجي ميعاد المسابقه التانيه وكل الناس كانوا متحمسين، وبيعرفهم ديف ان المسابقه دي اسمها الهروب من الكلاب المفترسه، وده هيكون عن ان كل اتنين متسابقين هيكونوا مع بعض ومربوطين بحبل واحد، والمطلوب منهم
انهم يوصلوا الرايه الحمراء من ضمن ال7 رايات اللي موجودين في المسابقه، وانهم هيطلقوا عليهم كلاب مفترسه، وبيعرفهم انها مش بتعض لكنها بتاكل على طول لان بقالها فتره كبيره جدا ما كلتش، وبيقول لهم اول ما يوصلوا الرايه في قفص حديد هينزل عليهم ويحميهم من الكلاب، وبيعرفهم ان في رايه بيضه ودي رايه صعبه جدا ان اي حد يوصل لها، لكن لو حد قدر ياخدها هيكسب جايزه ماليه ضخمه جدا. وبيعرفهم ان سيد هارت خرج بره المسابقه، فالكل بيكونوا مصدومين لان الرهانات عليه كتير والناس كلها كانت بتحبه وعندهم امل كبير فيه وان هو اللي هيفوز بالمسابقه، لكن فجاه بيظهر لاعبنا الجامد المتين سيد هارت من اول وجديد، وبيقول لديف انا جاي هنا علشان المسابقه وعلشان احقق الحلم اللي كنت بحلم بيه بقالي سنين ومش عايز اعمل مشاكل وحوارات كتير. فبيقول لديف للاسف انت مش هتقدر تكمل معانا، لكن بيتكلم مارك في المايك وبيعرف ديف ان بعد ما اخد راي شركاء اللعبه وافقوا ان سيد هارت يرجع ويكمل، وديف كان في وسط هدومه، بس بيقول لمارك ان اللعبه دي لازم يكون فيها 2 وما عادش متسابقين، فبتقرر عاليه انها تضحي وتلعب مع سيد هارت. فديف بيضحك وبيقول له مبروك عليك لانك سوف تذهب للجحيم، لان البنت دي ما تعرفش حاجه عن اللعبه ولا هتقدر توديك شمال ولا يمين، لكن بيعرفوا سيد هارت انه هيكسب وهيوصل للرايه البيضاء كمان. وبتبدا المسابقه والكلاب بتطلع وبتجري وراهم، واللي بتقابله مش بترحمه وبيتخلص عليهم، وبيفضلوا كلهم يهربوا منهم وبيدوروا على الرايات الحمراء، وبتقدر اول فرقه انها توصل للرايه وبتكسب. وفي الوقت ده سيد هارت وعاليه بيجروا من الكلاب وبيكون كل هدفهم ان هم يوصلوا للرايه البيضاء، وبتكون الفرق بدات توصل للرايات الحمراء فرقه ورا الثانيه ورا الثالثه لحد ما بيتبقى 3 فرق، وبيكونوا عايزين يوصلوا للرايه البيضاء، واول فرقه جت تدخل بيتكهربوا من السلك. وهنا بيطلب سيد هارت من عاليه انها تركز معاه علشان ما يموتوش، فبتقول له انا مستعد اموت في سبيل انك تسامحني لان بجد انا خنت غصب عني وكنت مجبره على ده. فبيقول لها مش وقت يا ست الكلام ده، ركزي معايا والنبي. وهنا بيقدر سيد هارت انه يعدي وبيمسك الرايه البيضاء، وكل الناس بيكونوا مبسوطين وفرحانين لان رهانهم على سيد هارت كان صح، الا ديف اللي بيكون الغضب مليه ومش عارف يعمل ايه مع الواد ده. وبالليل بيروح ديف والعصابه بتاعته عند والده مارك واللي بيكون صاحب اللعبه اصلا، وبيقول له تعالى نلعب لعبه، وبيكون جايب له 6 كاسات فيهم خمره، وبيعرفوا ان في كاس منهم فيه سم وان هو ما يعرفش السم فين، وهيبداوا يشربوا وهم وحظهم، وفعلا بيشربوا لحد اخر كاس وبيكون من نصيب مارك، وبيعرف ساعتها ان هو ده السم. فبيطلب ديف من ابوه البصمه بتاعته علشان يتنزل له على الميدان، فبيعرفوا ان في 3 شركاء تانيين مش هيسمحوا له ان يبقى هو الرئيس، فبيقول له في الجنه بقى ان شاء الله، وبيعرفوا ان هو قتلهم. فبيخاف ماركو وبيتنزل له عن كل حاجه وبيشرب الكاس لكن مش بيحصل له اي حاجه. فبيعرفوا ديف ان هو عمل كل حاجه غلط في حياته الا انه يأذي حد من اهله، لكن ده مش معناه انه هيسيبه حر، وبيأمر دراع اليمين انه يوديه للجحيم ويحطه تحت الاقامه الجبريه. وفي الوقت ده بيعرف سيد هارت وبيعمل خطه هو وزمايله اللي في المسابقه علشان يحرروا مارك، وفعلا بيعملوا كده وبيخلصوا على العصابه وبيحرروه. بعد كده هو راكب معاهم العربيه سيد هارت بيقول له اخويا مات ازاي يا مارك، فبيعرفوا ان ديف بوظ الباراشوت وساعتها خبط في المبنى وانفجر بالموتوسيكل، وبيدي باتريشيا عنوان وباسورد البلاتينيوم علشان تروح تجيبه، وبتروح تخلص على كل العصابه وبتاخده. وديف لما بيعرف كان هيموت من الغضب. وتاني يوم بيجي ميعاد المسابقه الاخيره وبينزلوا كل اللاعبين الا سيد هارت وبيخلصوا عليهم قدام عينيه، وديف بيعرف الجمهور ان كل اللعيبه انسحبت وما يعرفش السبب الا لاعب واحد بس وهو سيد هارت اللي بيكون مصدوم على اللي حصل لزمايله. وبيوصل لمكان المسابقه وبيطلع لديف وهو غضبان وبيقول له ليه سبتني اعيش وقتلت زمايلي؟ فقال له لو قتلتك هريحك، لكن انا عايزك تعيش بذنب اصحابك اللي ماتوا بسبب انهم ساعدوك. وهنا سيد هارت بيتكلم مع الجماهير وبيقول لهم ان كل اللعيبه فعلا هربت وما فاضلش غيره، وعشان كده مش هيقبل ياخد الفلوس ولا هيقبل الفوز الا لما يقابل ديف بطل اللعبه دي. وبيعرف الناس ان النهائي ده هيبقى جامد جدا وخطير مليان بالاكشن والاثاره والتشويق، وعمرهم ما هيشوفوا زيه ولا في الافلام ولا في الاساطير. فبيقول له ديف انا موافق بس بشرط واحد، ان واحد هيعيش والتاني هيموت. فسيدو بيقول له وهو ده المطلوب. وبتبدا المسابقه اللي بتكون عباره عن قنبله هتتركب في ايديهم، والمطلوب منهم ينزلوا من على الجبل وياخدوا العلم ويروحوا بسرعه لمكان المفتاح اللي هيقدروا من خلاله يفكوا القنبله اللي في ايديهم، ولازم يوصلوا في خلال 20 دقيقه، ولو اتاخروا عن كده ثانيه هينفجروا وهيموتوا. والعلم ده بيكون فيه المفتاح اللي من خلاله هيقدروا يوصلوا للمفتاح بتاع القنبله. وهنا بتبدا المسابقه وبينزلوا هما الاثنين من على الجبل بسرعه جدا علشان يجيبوا العلم، وبيقدر ديف ابن اللعيبه انه يوصل له وبيركب العجله وبيجري في النفق، وسيد هارت مش سايبه وبيجري وراه وبيكون خلاص هيمسكه لكن بيوقعه، فمش بيستسلم وبيقوم يجري وراه من تاني لحد ما بيقدر ياخده منه، لكن ديف بيكون له راي تاني وبيجري وراه وبيقدر ياخد منه العلم. وسيد هارت بيستمر في الجري ولسه هيجيبه فكان هيخبط في عربيه
عربيه فبيجري وراه تاني، لكن المره دي خبط في عربيه وكل الجمهور وحتى اهله واهل مدينته فكروا ان هو خلاص كده خسر. لكن بطلنا العنيد بيكون قد التحدي ومش هيسمح لديف ان هو يكسب، وبيفضل يجري وراه لحد ما بيوصل عند الكوبري والدنيا بتبقى زحمه، فبيطلع على العواميد وبيطير وبياخد منه العلم وبيوصل للمكان المطلوب وبيطلع المفتاح بتاع القنبله، لكن مش بيرضى يفكها وبيقول له في خلال الاربع دقايق اللي فاضلين دول هجيب حقي وحق اخويا والبلد كلها. وبتبدا العركه والاتنين اجسامه فورمه وبيفضلوا يضربوا في بعض، وضرب من اليمين على ضرب من الشمال والدنيا بتبقى جحيم، لكن سيد هارت معاه الحق، واللي معاه الحق قلبه بيجيبه ومش بيهمه حد، فبيشيله وبيدمر له جنابه، والقنبله فاضل لها اقل من دقيقه ونص وتنفجر، فبيفكها سيد هارت وبيقول لديف انا احسن منك خد فك نفسك، لكن مش بيرضى والقنبله بتنفجر فيه، والعالم كله كان سعيد بسبب فوز سيد هارت ابن الهند البسيط، وبيتخيل اخوه هو فرحان له وسعيد لانه حقق له حلمه اللي كان بيحلم بيه من سنين. ودي كانت نهايه فيلمنا المتين، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل سيناريو جديد، وشكرا.